كان عمره 3 سنين لما أبوه طلق أمه، خناقة كبيرة ووجع أكبر. لكن الأسوأ من ده كله إن الأب خد الولد ومشي وساب الأم مكسورة، دموعها ما نشفتش من يومها. الأم اسمها منى، كانت طيبة، بتشتغل مربية أطفال، وكانت بتحب ابنها زي ما بتحب روحها. حاولت تشوفه، تحضنه حتى من بعيد، لكن الأب كان رافض. نقل من المنطقة، غير رقمه، قفل كل باب في وشها. والولد اسمه كريم، كبر وهو فاكر صورة واحدة بس لأمه، كانت محتفظ بيها في درج سري تحت المخدة ساعات وساعات تحت هدومه لما يسافر. الصورة دي كانت بالنسبة له حنين مش مفهوم، دايما يسأل أبوه عنها، لكن الأب كان يرد بغضب: انسى يا كريم، دي ست ما تستاهلش حتى كلمتي. ومع كل سنة بتعدي، كريم كان بيكبر وقلبه بيكبر معاه بسؤال واحد: أمي راحت فين؟ وليه حرمتوني منها؟ كبر كريم، دخل كلية هندسة، اتخرج بتقدير عالي، وأول حاجة عملها بعد التخرج فتح الصورة القديمة وحلف إنه مش هيهدى غير لما يلاقي الست اللي في الصورة. أمه لف محافظات، سأل ناس، دخل مجموعات على الفيسبوك، كتب منشورات، بعت للصفحات، بس كل الطرق كانت بتوصله لما فيش، لحد ما في يوم